السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده، ولقاكم ان شاء الله هذا الفيديو وانتم في احسن حال. وتنتمنى ما تنسوناش في لايك وفي دعم القناه باش ان شاء الله تكبر معاكم وبكم. غادي نقولوا بسم الله ونبداو على بركه الله. الوصفه ديالنا ديال اليوم، غادي ناخذ واحد الطاجين نوضعوا فيه زيت الزيتون ونخليوه يسخن، هذا من جهه. ومن جهه اخرى غادي ندوزو نشلضوا البصله ديالنا، اولا ندوزوها في طحانه كهربائيه كيف درت انا دابا، ربحان لي الوقت. ملي غادي نشلضوها غادي ناخذها ونضيفها على داك الزيت اللي غادي يكون سخن، غنديها ونجيبها فيه مزيان ونخليها حتى الدبال. نخليوها الدبال، ومن بعد غادي ناخذ مطيشه كيف غادي تشوفوا معايا. غناخذ 2 حبات ديال المطيشه مع 3 أو 4 دروس ديال الثومه كبار والربيع، غندوزوهم في طحانه كهربائيه يطحنوا مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نضيفوهم على هذيك البصله. كيف غادي تشوفوا معايا انا هنايا هاني ضفت الصلصه ديال المطيشه او المطيشه والثومه والربيع على البصله اللي كانت عندنا، وغادي نخلط مزيان العناصر مع بعضياتها. وغنضيف التوابل اللي عندي هما القزبور يابس، فلفله مطحونه، البزار او فلفل اسود، الخرقوم، الكمون والملحه، وتبقى الكميه على حسب الذوق ديال كل واحد. نخلطو مزيان ونخليو الصلصه تعقد لنا. ومن جهه اخرى تنكونوا كورنا الكفته، وبالنسبه للكميه ديال الكفته تتبقى على حسب الموجود عندك وعلى حساب كل واحد واستطاعته. صافي نخليوها طيب مع هذا الصلصه ديال المطيشه مزيان وتشرب منها وتشرب هذيك الكفته هذيك الصلصه. وغادي ندوزو المرحله المواليه. هنايا تناخذ اللوبيا اللي تنكون سلقتها في الماء وشويه ديال الملحه، من طبيعه الحال من غادي تنكون بيدها رقده، وتنضيفها على هذيك الصلصه ديالنا مع الكفته وكل شيء. وممكن نستعملوا اللوبيا المعلبه، واخا ما تنصحش بها حيت هي كيف تيعرف الجميع انها ماشي صحيه، يستحسن تكون طبيعيه. هكذا نخلي الطاجين ديالي يتشحر مزيان ويطيب واللوبيا تشرب من الصلصه وكل شيء، وصافي تيوجد تيكون ساهل ولذيذ بزاف ومحبوب عند الوليدات الصغار وحتى الكبار. تتبقى هذه هي النتيجه النهائيه. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم والفكره ديالو تكون عجباتكم، ونخليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وفي انتظار تشجيعاتكم لينا ودعمكم لينا. جزاكم الله خير.